سلام خاوتي، صحة رمضانكم. الفيديو تاع اليوم بوراك بالسلق والدجاج، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش البارطاج. السلق نقطعوه رقيق بزاف، الدجاج نقطعوهم مكعبات على هاد الشكل صغار. مقلاة تسخن مليح الزيت ونحطو الدجاج ونقليوه مليح بلا ما نديرولو لاكول، ملح فلفل كحل. نقليوه 3 ل 4 دقائق ونحطو البصل، نزيدو نقليوه شويه ونحطو الثوم، نخليوه يطيب شويه ويزيد يطيب لنا البصل حتى نتحصلوا على هذا الشكل. نحطو السلق ونقليوه مليح حتى نشوفوا السلق تاعنا بدا يطيب. كي السلق يطيب ونتحصلوا على هذا الشكل نحطو معدنوس. بعد ما حطينا المعدنوس نطيبوه دقيقه، نحطو مغرف زبده ومغرف انجليش ماسترد اللي هي لاموطارد. نحطو 2 بغارف فارينة على حساب الكمية، انا استعملت 500 غرام دجاج. نخلطوها مليح ونطيبوها حتى نتحصلوا على هذا الشكل. نبداو نفرغوا الحليب بارد، نقصوا لها في الفرن ونطيبوها 5 دقائق. نحطوا لها 2 بغارف قشطه، نخلطوها ونحيوها من الفرن ونتحصلوا على هذا الشكل. نحطوها في طبسي ونخلوها تبرد. نحطو لافاغس في الديول ونحطو شويه موزاريلا من الفوق اختياري. نقليوه. واش نقول لكم خاوتي، خرج طوب روعه بنين بزاف. سيوه وما راكمش رايحين تندموا. ربي يحفظكم.